السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل وصفة مكرونة ببيض بجبنة كلها مع بعضها كده. مش محتاجة اي افتكاسات ولا محتاجة اي حاجات كتير. هي اكلة منها فيه. يلا عشان ما اطولش عليكم متنسوش الاشتراك في القناة ونشوف الاكلة دي هتبقى عبارة عن ايه. انا عندي هنا مكرونة، كيس مكرونة سلقاه ميه مغليه بالملح بشويه زيت، ورحت نازله بالمكرونه وسلقتها. اكيد يعني كلنا عارفين سلق المكرونه يعني. اهو كيس مكرونه اهو. اي نوع بقى على فكره، يعني مش شرط النوعيه دي، براحتك. اهو كده بس. هنا بقى معايا بطين اهو. هعمل كده. انا عاوزه بس كنت ايه، يلا مش مهم، انا كنت هحطها في طبق خارجي واضربه بس مش لازم. اهو بقى ايه، واضربه كله مع بعض. تمام اهو كده. تمام. عندي بهارات ملح وفلفل وكاري وكمون وكزبرة وفلفل اسمر والحاجات الجميلة دي كلها. تمام. هعمل بقى ايه، هقلب الكلام ده كله مع بعض. مش عاوزاكم تقولوا ده ايه ده، ولا كملوا الفيديو للاخر هتنبهر والله. اهي كده. عاوزه تزودي البيض بقى تحطي 3 بيضات يكون افضل، بس انا حطيت بيضتين 2 بس اهو. تمام جميل. هاجي هنا بقى هحط بتاع ده جبنه، اي نوع جبنه عندك. انا هحط جبنه من ايه، موتزاريلا اهي. حطي انت بقى جبنه شيدر او جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، بس انا يستحسن لو هتحطي شيدر او رومي حطي برضو موتزاريلا، عشان ايه، الوصفه تمسك مع بعضها وتبقى جميله كده. هتشوفوها في الاخر تحفه تحفه تحفه. اهي كده. وهقلب اقلب الكلام ده مع بعضه كده. تمام اهو كده. تمام اهوت كله مختلط مع بعضه. اهي بالشكل ده. هاجي اعمل ايه بقى، هجيب الطاسه بتاعتي وهرجع لكم. رجعت لكم اهو. الطاسه بتاعتي حطيت حته سمنه اهي، او زبده اللي متوفر عندك، او زيت انت بقى وراحتك. وهعملها كده. هدهن الصينيه كلها او الطاسه بتاعتي كده. حلو جميل. تمام. الجميل بقى في الوصفه دي، عاوزه اقول لكم ان كله مع بعضه، مش هتبقى عامله زي البشاميل كده، مش هتاخد وقت. ولما هتبقي مستعجله هتعمليها بسرعه، مش تقعدي بقى تسلقي البيض لوحده وده لوحده يبقى فيه كذا حاجه، لا، هي كلها مع بعضها كده. طعم وريحه وحاجه جميله قوي، تغيير وتجديد يعني. اهو كده اهي الشكل ده كده كده جميل. هعمل ايه بقى هنا، اهي المكرونه مع البيض مع الجبنه، وقلبتهم كويس، ملح وفلفل وكمون وكزبره، كل البهارات اللي عندك حطيهم. تمام. هنزل بها كده. تمام اهي كده. هي كانت عاوزه الصينيه تبقى اكبر شويه اهي. هسويها كده لو ان هي معقوله يعني.
اهي تمام كده اهي. هوطي عليها وهقفل عليها واسيبها لما تحمر من تحت وتاخد لون، ونشوف هنعمل ايه. يلا هنفتح عليها اهو. تمام تمام. هاجي هنا بقى هسوي الحروف كده كده اهو، واتاكد ان هي احمرت من تحت اهي كده بالشكل ده كده. اول ما اتاكد ان هي احمرت من تحت هقلبها، هجيب طبق وهقلبها. شفتوا اهي. بس هسويها كده مع بعضها بالشكل ده كده اهو. ريحتها طلعت تحفه على فكره، ولا باين فيها ريحه بيض ولا باين اي حاجه، تحفه. الجبنه ساحت اهي، شفتوا الجمال؟ الجبنه سايحه على الوش، حاجه عظمه 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 على عظمه يا ست اهو. هروح بقى اجيب صينيه على قدها وهنرجع نشوف هنقلب اهي، او طبق او اي حاجه بس يكون على قد القالب اللي انت عامله فيه. تمام. هقلبها بقى وهوريها لكم شكلها عامل ازاي. ثواني ثواني بس، عاوزه اقول لكم قلبتها اهو. شوفوا الجمال. انا بس خليت والدتي تقلبها لي لان انا ايدي تعبانه. شوفوا الجمال. هرجع بقى احطها هنا تاني علشان الوش اللي كان فوق يتحمر. بالراحه كده اهي، وهحاول انزلها كده بالراحه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الجبنه بس، الجبنه اللي لزقت اهي. بسم الله تاني احطها كده عشان الوش اللي كان تحت يتحمر اهو. الله اهي. بسم الله. لا رايحين فين؟ هتنزل اهي. الله اهي. عظمه والله. الجبنه دي بقى تنزل هنا كده يا معلم، خساره اهي. بس كده نسويها كده اهي. طعمها تحفه، عملتها كتير على فكره قبل ما اقدمها لكم عشان اشوف طعمها تحفه وشكلها تحفه. شفتوا الجمال اهي. هسيبها بقى على الوش التاني تاخد لها تحميره تتحمر، وتقطعي بقى بالسكينه وتطلعي الخرط بتاعتك. حاجه وهم جمال مش هقولك يعني اهي. صينيه المكرونه بالبيض والجبنه حاجه خطيره. اول ان شاء الله بقى ما تستوى هتقطعيها خرط هتطلع تحفه معاكي، حاجه تحفه وجميله ما خدتش وقت، وكل المكونات مع بعضها. شايفين بقى الجمال اهي، حاجه اهي. شايفين الجمال اهي. ده غير طبعا بقى المطه بتاعتها والجبنه اللي احنا حاطينها. شفتوا؟ حاجه جميله جدا.
يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ويا رب أكون قدمت لكم شيء جميل، وكل ما هو جديد وكل ما هو مفيد في قناتي، قناة ماما ويوسف، اعمليها مش هتندمي. تجديد وتغيير من المكرونة البشاميل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.